مكملين مشوارنا بالزمن الجميل عبر شاشة الام تي في، ومشوارنا الليلة شارف على نهايته. ولأنه ختامها مسك مثل ما بنقولها على اللبناني، ما بكون عم بالغ أبداً أبداً إذا قلت إنه نجومنا المكرمين بختام هالسهرة الرائعة هن لبنان، هن تراث لبنان، هن فن لبنان، هن جمال لبنان بكل الأزمنة. فنان عريق قدم كوميديا مختلفة ومميزة مع فرقته اللي حملت اسمه على مدار عقود من الزمن، كما شارك بعدد من الأعمال مع الرحابنة والسيدة فيروز. الكلام ما بيخلص عن أبو سليم وفرقته لأنه تاريخ وفن وثقافة وترفيه محترف. صلاح تيزاني وفرقته مكرمين بمهرجان الزمن الجميل عن مشوارهم الفني العريق والمحترم اللي عم الوطن، لأنهم ممثلين كبار بحجم وطن. الفنان صلاح تيزاني، الفنان عبد الله حمصي، الفنان صلاح صبح، الفنانة فاتن الطويل، الفنان فؤاد حسن، مكرمين بمهرجان الزمن الجميل. وغرب يا غربال وفي بنات حلال وفي منهم الصار ما إلهم ضفار وغرب يا غربال وفي. بشو بدي احلف لي؟ بأغلى شي عندك. اغلى شي عندي يا اختي، اغلى شي عندي هالصخرات وهالشجرات وهالترابات وحياة هالارض وصخرات هالوطن، اني يا اختي برجع للارض. يعني بتصور كل اولاد جيلي انا مأكد. بتصور انا هلا بهاللحظه قرب ابو سليم، بدي خلي كل الناس تشوفني لاني فخور. بتصور كل اولاد جيلي هلا يمكن عم بيقولوا نياله واقف حد صلاح تيزاني ابو سليم. ما عم صدق كنت احضرك وكنت انطرك وكانوا اهلي ما يخلونا الا نحضرك. صلاح تيزاني بحبك قد الدنيا. شكرا. تفضل. بدعي على المسرح رئيس بلدية الدكوانة السيد أنطوان شخطورة والسيدة الإعلامية مها سابق لحتى يسلموا عملاقنا الكبير صلاح تيزاني أبو سليم درع تقديري عن مجمل مشواره الفني الراقي. مساء الخير جميعا، اهلا وسهلا فيكم بالزمن الجميل والزمن الكبير. بحب حيي اول شيء كل فنان لبناني من الزمن الجميل والقديم والحاضر. بحب حيي كمان كل فنان مصري قدم لبلده مصر، وكل فنان كمان قدم لبلده سوريا، وكل الفنانين العرب الموجودين هون. هودي الرجال الكبار، هودي العظماء، هودي عظماء من لبنان. هيدا الزمن الجميل والزمن الكبير. أبو سليم أعطى كثير طوال 50 أما 60 سنة للبنان وللشرق الأوسط. هو وفرقته نفسهم بالسما، هن رح يضلوا مذكورين، نحن العالم رح ينسونا. شكرا. أنا بدي أحكي شغلة قبل ما أحكي كلمتي عن رئيس بلدية الدكوانة. مضبوط؟ النقابة أوقات تعمل حفلات هيك بتدور على البلديات وشي. جينا لعنده قلنا له كان بطاقة بدنا لصندوق، قلنا أول ما تحكوا ولا كلمة عيط لتبع الصندوق، قال له اعمل لهم شيك
بالمبلغ المرقوم، وقال لنا هذا كل سنة لو بدي من كيسي ادفعه، بدي ادفع للنقابة وساعدها. وشكرا لك، هي قدام المجموعة كلها بحكيها. بعدين حبيبات قلبي، أنا بدي أحكي لكم شغلة يمكن البعض بيعرفوها والبعض ما بيعرفوها. إذا بدكم تعرفوا، تلفزيون لبنان افتتح أول تلفزيون عربي وبالشرق سنة 1959 ب9 أيار. نحن جينا ب22 تشرين الثاني سنة 1960، ومن ال60 لهلا الآن ونحن مستمرين. بس مستمرين بشو؟ بهاللي بقيوا هالأربعة أو هالخمسة، واللي تركونا 7 8 فهمان ودرباس وأمين وجميل وفريال نعطيهم زقفة، خلينا نعطيهم زقفة لروحهم. الله يرحمهم، راحوا بس مقهورين، ما أخذوا اللي لازم ياخذوا الفنان بحياته. على كل أنا بشكر راتش على التكريم اللي عم يعملوا للفنانين العرب. يا عيب الشوم، المفروض عنا يكون بالقليلة شو وزارة هيك تفكر بهالفنان. أبدا ما في يا أخي، ما بيفكروا إلا فيهم. كل وزير أو كل مسؤول أو كل نائب عمل مهرجان بيحطوا ملايين، بيجيبوهم من برا وبيطعموهم وبيصوهم وبيشتروهم وقاعدين وبيعطوهم مصاري، ونحن ما بيعطونا ضريبة 10% اللي لازم ياخذها الفنان اللبناني. بيقولوا ما بدنا نعطيكم ما كذا. يا عيب الشوم، بس يا عيب الشوم على هيك بلد، يا عيب الشوم. هيدي صرخة فنان كبير. بيجي الفنان بيروح على أي بلد عربي أشقائنا مفروض بيدفع للفنانين. في يسترجي يروح على مصر ما يدفع، أو على سوريا أو على الأردن أو حتى على الخليج، إلا هون بيجي بنقول لهم يا أخوان يا أصحاب المهرجانات، هو الفنانين مساكين بس يكبروا ما بقى يقدروا يتحركوا، ساعدونا اعطونا. لا، نحن بلد سياحي ما بندفع. مرة راحوا طرقونا قتلة، والله شيء حلو، ولعين هاي ما بعرف. وهذا التكريم من إنسان منين هذا جاب المعطار؟ هذا بدي أقول عنه معطار، الله يحميه ويقويه. جمع مصريات كل السنة ليعمل الحفلة، ما المفروض وزارة من الوزارات هاي تعملها وتجيب فنانين العرب؟ في دولة عربية ما بتعمل مهرجان؟ امبارح كان في بالكويت مهرجان السينما، شو له علاقة الكويت بالسينما؟ نحن عندنا بالسنة عم يطلع 20 فيلم سينما، ما حدا بيقدر ولا حدا بشي. على كل ما بدي طول عليكم، أنا ما بقى مطول وما بقى فارقة معي صار 90، بدهم يصيروا 91 بالنص، ولك بلا الحياة كلها مع هيك مسؤولين عن بلد الفن. ولوين البنوك؟ لا بدي اسالكم، 20 بنك عندنا، كل بنك بتبجح بيقول ربح 100 مليون و200 مليون. مين اللي عم يعمل شيء للفنانين او للمثقفين او للرياضيين او للشعراء او يعملوا جوائز فنيه؟ يلا شو بدي احكي 50 60 سنه تعتير. يعطيكم العافية، وأنا بشكر حضوركم والجمهور اللي عم يشوفنا. لا تواخذوني انفعلت، بس معلش أنا ما بقى مطول، رايح وتاركن أمة. يلا بدعي على المسرح رئيس بلدية الجديدة السيد أنطوان جبارة لحتى يكرم باسم كل لبنان الفنان عبد الله الحمصي. بنعطي زقفة للفنان عبد الله الحمصي. كمان اسمحوا لي كمان ادعي على المسرح السفير والدكتور فادي شبل لحتى يسلم الفنان الكبير صلاح صبح الدرع التقديري، يعني بتعرفوه كلكم. شكر الله. السيدة إيمي سكر رح تكرم باسم مهرجان الزمن الجميل الممثلة فاتن طويل. ومن جديد حبيب القلب، ع قلبي لو انضاف، وعلى أيام أفراحي لو انضاف، جيابي من جنى عمري لو انضاف، كفاني من الغنى كتر الأحباب. بهالسهرة طلع معي مطلع غنية، راح اللي كان أيام زمان،
راح الهوى راح الحنان، واللي بيروح مش ممكن يرجع مثل اللي كان أيام زمان. أيام زمان. الزمن الجميل روتشوا وخليه يصير أجمل. الدكتور هراتش هرتشوا وجملوا. ما هو حكيم تجميل، هو حكيم تجميل إنه يكون كرم هالناس كلها الليلة وما حدا عم بيكرمه لإله. منيح اللي بعده عم يكرم، لأن الإنسان بس يوصل لوقت يكرموه بصير يحس كأنه يعني صار الزمن وراه، بطل في مستقبل. بتمنى إنه يا هراتش تضلك تكرم وتضلك تعيش المستقبل مع الجماعة اللي اليوم رديتهم على الماضي وعيشتهم الماضي من أول وجديد حتى يكون عن جديد باقي عندهم مستقبل. حلو. الفنانة إليسار كمان موجودة على المسرح. أبو سليم وفرقته يسلموا ايدين اللي سلموكم مفتاح الفرح. لبنان كنا بحاجة لفرح، واليوم بحاجة لفرح. ما في أسهل من الحزن، ما في أصعب من الفرح. وأنتم بقيتوا على مدة 60 سنة توزعوا فرح على الناس، تفرحوا الناس، تخلوا الناس يغنوا. شكرا كثير لك. الفنانة إليسار كمان موجودة معنا على المسرح، رح تكرم باسم الزمن الجميل الممثل فؤاد حسن. أبو سليم، دخلت الفرحة قلوبنا بستأذن من الأستاذ الياس الرحباني. تزرعين بالواري أرز سنديان ملوى الزبان، وقولي لهم لبنان من بعد الله تعبدوا لبنان. لو عبدوا لبنان ما وصلنا لهون. هاي مشكلتنا بس. واسمح لي، دخلت الفرحة 50 سنة لقلوبنا، نحن أطفال. بدي كلمة كمان من الفنان صلاح صبح. الفنان صلاح صبح، الجمهور اللبناني كله بحبك، وبدنا كلمة صغيرة منك لو سمحت. لك الله يسعد هالمساء. الحقيقة هذا الإنجاز الكبير اللي عمله الدكتور هراتش الدولة عاجزة عنه، وألف شكر لكم. الممثل فؤاد حسن، الممثلة فاتن طويل كمان إذا عندك كلمة تفضلي. أول شيء بشكر الدكتور هراتش على التكريم لكل المبدعين العرب واللبنانيين. شكرا للحضور، بحيي كل الفنانين العرب. الفنانة فاتن طويل. مسيكم بالخير جميعا، اهلا وسهلا فيكم. انا ما راح زيد كثير على اللي قالوه الزملاء، بس انا سائب بالحظ اني عاصر المخضرمين يلي دعموني وساندوني وعطوني سنين وسنين من خبرتهم ومن شهرتهم. انا بشكركم كلكم فردا فردا، مش بس فرقه ابو سليم، عاصرت كثير من المخضرمين الموجودين بيناتنا اليوم واللي حتى كمان مش موجودين. بس الكل شكروا الدكتور هراتش، كل انسان بطريقته. من حوالي تقريبا شي سنتين او اكثر شوي او اقل ما بتذكر، الدكتور هراتش كرموه مجموعه من الفنانين. انا ما سأبد الحظ انه اكون موجوده معهم. لهالسبب بطلب من الدكتور هراتش يتفضل على المسرح. دكتور هراتش. دكتور هراتش عم بيطالبوا فيك على المسرح. دكتور هراتش معه شغله بايده. وانا عندي جروب تبعولنا عندهم دكتور هراتش انا بعد ما ما رح يروحوا اليوم بجائزه معنويه بس كمان جائزه ماديه، لان انشورنس ويز انشورنس بيقدم لهم لايف انشورنس لهم ولسيارتهم. كوميرشال انشورنس وويز انشورنس حبوا يكرموا مكرمينا الساكنين بلبنان بلفتة كمان صغيرة. دكتور هراتش، أنا كنت عم أقول شغلة من سنتين تقريبا في مجموعة من الفنانين كرموك، وأنا ما كان لي الحظ إني أكون موجودة معهم. لهالسبب ميرسي حبيبي، لهالسبب أنا كمان اليوم بدوري بدي كرمك. فيا ريت بتقبل مني هيدا عربون تقدير ومحبة للدكتور هراتش. انقلب السحر على الساحر من الممثلة فاتن طويل وفرقة أبو سليم. نحن بدنا نقول لكم، بدنا نطلب منكم كمان مع دكتور هراتش بليز تضلكم على المسرح مع تكريم الفرقة. حاضرين معي لحتى نختم بطريقة مميزة مع تكريم الفرقة الشعبية الأشهر والأرقى والأحب على قلب الجمهور اللبناني. نختتم رحلتنا بالزمن على أروع زمن
زمن رح يبقى حاضر بوجداننا وذاكرتنا. عمال أكبار من مختلف أقطار العالم العربي كرموا الليلة بلفتة صغيرة من لجنة مهرجان الزمن الجميل برئاسة الجراح الدكتور هراتش سكبازاريان. العام المقبل ان شاء الله رح نرجع نلتقى عبر شاشة الام تي في لنكمل رسالة مهرجان الزمن الجميل. كل سنة وانتم بخير، كل سنة والزمن الجميل وعمالقة الزمن الجميل بألف خير. ندعي على المسرح نجومنا المكرمين وضيوفنا لحتى نختتم سوا مهرجان الزمن الجميل 2017. ولكل مشاهدي الام تي في شكرا للمتابعة، إلى اللقاء بمهرجان الزمن الجميل 2018. لكل مدعوين تفضلوا لعنا لنقص قالب الكيك سوا. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء